يقدم الشرع على أي شيء تاني. طب والآخر يقدم أي شيء تاني على الشرع. تجد مثلا وفي أبسط الأمور وأنا بقول لها إن ده شيء بسيط، إن واحد مثلا ولا واحدة هو حكم مصافحة الأجنبية أو الرجل للمرأة الأجنبية أو المرأة للرجل الأجنبي، حكم المصافحة إيه؟ حرام. تمام. وبالمناسبة حد يجي يقول لك هو ده موضوع يعني انتوا لسه بتتكلموا؟ ما طب هنتكلم في ايه؟ طب ما انا لما اجي اتكلم في المصافحة هقول ايه؟ هقول حكمها. طب واما اجي اتكلم في التوحيد هقول حكمه. تمام. واجي اتكلم مثلا في الربا هقول حكمه. واجي اتكلم في اللباس والزينه هقول حكمه. واجي اتكلم مثلا في المساجد اللي فيها قبور هقول حكمها. واجي اتكلم مثلا في الصيام هقول حكمه. واجي اتكلم في الجهاد هقول حكمه. واجي اتكلم في مثلا البيوع هقول حكمها. بس هو اللي كاره الحكم هيجي يقوم جاي لك في كل حكم انت تقوله ويقول لك ايه؟ هو انتوا ما وراكوش الا كذا؟ هو انتوا ما وراكوش الا كذا؟ هو بيطفح باللي جواه، هو عمال يطلع اللي جواه. عارفين زي ايه؟ بالمناسبة يعني زي ما نيجي نتكلم على تحديدا موضوع المصافحة ده ولا الحجاب ولا غض البصر، فتلاقي الناس وبعض الناس مش كل الناس يقول لك هو انت ما بتشوفش الست الا كده؟ صح؟ هو انت ما بتشوفهاش الا كده؟ طب تعالى اقعد قول لي انت بتشوفها ازاي؟ قول لي. اصل بالمناسبة انا بقول تمام اللي ربنا بيقوله، فانا بقول ان انت ما تشوفش احسن، لان ده ايه؟ ده كلام ربنا. انت بقى عايز تشوف وقول لي عايز تشوف ايه، وعايز تشوف ليه، ومحروق ليه، وزعلان ليه، وقول لي هو مين اللي كبر الموضوع ومحروق قوي ومن جواه بيغلي كده ومش طايق؟ اللي قالك اقفل الموضوع واستر دي، ولا اللي قالك لا 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 سيبها مكشوفة احنا مش هنيجي جنبها؟ يا راجل هو انت عايزها مكشوفة عشان ايه؟ عشان ما تجيش جنبها صح؟ عشان انت طاهر من جواك، قلب ابيض قوي، حبش ابدا يبص على الحرام. ده لو شاف بنات الدنيا كلها لابسين من غير هدوم ولا حاجة يسترهم، اعوذ بالله. احنا بتوع الكلام ده. وان رأيت بقى ونظرت في حياته تلاقي اللي بيتريق ده ومقفول ده. قول يا فندم اخبار المصافحة ايه؟ اصل النبي قال ان هي حرام. قال لا انت بتعمل كده؟ لا ما هو الموضوع يعني هي دي جت خلاص بلاش دي، ماشي. قول لي اخبار الغض البصر ايه؟ اصل ربنا قال ان هو واجب. لا ما هو مش خلاص بلاش دي. قول لي اخبار لسانك ايه والشتيمه ايه؟ اصل هو بيزعم ان هو ايه؟ عفيف قوي، تعصره كده ينزل عفه. تمام. وهو لما يشتم، اعتذر عن اللي هقوله دلوقتي، يجيب اوصاف جنسيه في الشتيمه، ولما يثني على حاجه يوصفها باوصاف جنسيه. صح؟ يشتم واحد يقوم وصفه بوصف جنسي. تمام. ويجيب وصف ده فيه او في مامته، تمام، او في ابوه. طيب لو ده شتيمه، طب لو بيتكلم عن الثناء برضه يجيب حاجه جنسيه. طب انت في الثناء بتيجي السكه الشمال، طب وفي الشتيمه بتيجي في السكه الشمال، طب وفي المصافحه دايس وبتخالف امر النبي. طيب وفي الخلوه تقعد تقول لك ما كان طالس هم الشيطان ويعمل كده ما اعرفش ايه ويتريق وما اعرفش ايه. تمام. وده كلام مين؟ النبي. يا مؤدب يا متربي. ما هو اللي يتريق على كلام النبي نقول له يا ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له ده اللي والدك رباك عليه، هو ده. مش بيقولوا كده عن واحد ده ابن ناس؟ ما هو كل الناس ولاد ايه؟ ناس. بس في ناس ولاد ناس، ما هو ما فيش حد ابن حاجة تانية. ما كل الناس ولاد ناس، بس في ناس متربية وفي ناس ما تربتش. كان شيخنا كده يقول لنا ما فيش حاجة اسمها ولد متربي وولد مش متربي. في واحد متربي تربية صحيحة وفي واحد متربي برضه بس على الحرام والغلط، هو متربي على كده. فانت لا غض بصر ولا بتتعفف من لمس محرم ولا بتفرق معاك خلوة، وحتى لسانك في الثناء والشتيمة جاي في السكة دي، وجاي في الآخر تقول للي بيغض بصر واللي بيتعفف عن لمس المحرم واللي بيتحرز من الخلوة واللي ما بتطلعش العيبة من بقه انت ما بتشوفهاش إلا كده؟ يا راجل هات حد يقول الكلام ده غيرك.